السلام عليكم احلى ناس في الدنيا، يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. احلى عزوه واخوات في الدنيا، احلى ناس بتقف دايما جنبينا وبتدعمنا. وحشتوني جدا جدا جدا، وبقالي كتير ما بنزلش فيديوهات. نزلت فيديو تقريبا من 12 يوم على القناه التانية، فاللي مش مشترك فيها يروح يشترك. انا دلوقتي معايا طعيمه، نسافر كمان كام يوم دول وربنا يوفقه. النهارده ان شاء الله المفروض عندنا فيديو هيتعمل. طبعا انتوا عارفين ان احنا ما بنصورش غير لما يكون في سبب او حاجه حاصله. طبعا ان احنا ما بنصورش فيديوهات بقالنا كتير ده عشان ان احنا مش عايزين مشاكل. طبعا هنا دلوقتي راجل متجوز معاه بيت ما اعرفش ايه، فدلوقتي انا برضو بقيت كبير، ما بقيتش زي زمان، ما بقيتش اعرف اتنطط واروح هنا وهنا زي زمان. الموضوع ما بقاش معانا مساحه. بس طبعا في ناس متابعانا وناس مكمله معانا وناس بتحبنا، فما ينفعش نتخلى عن الناس دي. وبنحاول نقدم لكم حاجه ان شاء الله تعجبكم. فلو اول مره تشوفني هنا اعرف ان انا قديم على المنصه دي، واعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان نوصل ان شاء الله 100,000، واشترك في القناه التانية وفعل زر الجرس عشان نوصل 100,000. واحنا وصلنا ل 100,000 من زمان، ومعايا درع ال 100,000 على القناه اللي اتسرقت. وطبعا الحمد لله ربنا عوضنا بحب الناس، عوضنا بان عرفنا قد ايه الواحد محبوب في الشارع ومعروف، والحمد لله رب العالمين نعمة ربنا، وبنحمد ربنا دايما على اي حاجة يديها لنا. فالنهارده هيلا كلمني وقال لي في حاجات غريبة بتحصل عندي في البيت، في اصوات غريبة وبشوف احلام وكوابيس غريبة. طبعا ده مش معتاد. فطبعا حاول ان هو يبقى في البيت لوحده عشان طبعا محدش من جماعته يتأذي ولا يحصل له اي حاجة. وبقى في البيت لوحده، البيت قريب من هنا، فهنروح لهيلا دلوقتي عشان اكيد وحشتوه زي ما انتوا وحشتوني. وهنصور فيديوهات المرة دي بقوة كبيرة ان شاء الله. محتاجين منكم الدعم ودعواتكم ان شاء الله، وربنا دايما مسخر لنا ناس حلوة زيكم بتشوفنا وبتتابعنا، وسخر لنا ناس برضو مصاحبونا ان شاء الله. عايزين نبقى نشوف موضوع يلا ده لسه مكلمنا وكده، شوف بقى ايه المشكله اللي حصلت دي تاني، كل شويه مشاكل ربنا يستر. ربنا يسترها علينا يا رب وعليكم. وبتمنى التوفيق لكل حد يسعى في حاجة معينة وما بيأذيش حد، فربنا معاه وربنا معانا. وإن شاء الله عايزين نوصل السنة دي 1,000,000 مشترك هنا و1,000,000 مشترك هناك، ومش بعيد على ربنا، وأنا واثق في ربنا أكتر من أي حد. عشان ما أقولكوش كلام مجاملات وما أقولكوش كلام اللي هو، أنا واثق في ربنا إن هو قادر. والحمد لله انا راجل مسلم وموحد بالله، وبحب دايما ان انا اتوكل على الله. احنا نتوكل على الله ونشتغل، وانتوا معانا. تابعوا الاحداث اللي جايه، الفيديو ده هيكون فيه تفاصيل كتير. تابعوا وما حدش يفوت ثانيه، عشان ممكن في ثانيه كده يحصل حاجه. تبعت لي على انستجرام، تبعت لي على انستجرام في ايه الحاجه دي. ممكن يكون مكان كان فيه حاجه واحنا ما خدناش بالنا، حاجه حصلت، طيف معين، خيال. فده المطلوب منكم. انت بتركز اكتر مننا يعني. اكيد، لان اللي بره الموضوع بيشوف احسن من اللي جوه الموضوع. حاجه حصلت، حاجه بتاع، قولوا لنا عشان لو نتابع احنا كمان الفيديو بعد ما يخلص ونعرف ايه الحاجه اللي بتتكلم عنها دي، ونشوف نتابعها اكتر. ما تنسوش كمان تتابعونا على انستجرام وتيك توك وفيسبوك، كل منصات التواصل الاجتماعي. لو اي حد عايز اعلانات يخش لي على الجيميل او يخش لي دي ام على انستجرام، نعمل اعلانات بسعر غالي شويه. يلا احنا دلوقتي وصلنا الى بيت هنا. المفتوح الا يا عم في خدتنا يا عم. امتى وقلت وشينا لانه في مفيش حد في يا عم. بسم الله السلام عليكم. انت طفل الانوار متوفر، يفتح الباب ويقول لك خلي ازرق اخرب الدنيا. دلوقتي احنا وصلنا
شدتني عليك يا عم وبتاع. في ايه يا ابني عندك في في البيت؟ ايه يا عم؟ مالك؟ حلو الشازلونج ده. في في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ في شمال زاوية. بتتزاول ازاي؟ خيالات في البيت هنا؟ فين؟ طب في الحمام؟ ايه اللي انت بيحصل؟ انت قاعد لوحدك بقالك قد ايه؟ ايه؟ بقالك قد ايه قاعد كده لوحدك؟ 3 من ساعة يعني ما قعدت لوحدك وبتتزاول؟ بتسمع ايه طيب؟ لا مش سامع. تشوف حاجة يعني حاجة سلم على الناس طيب وقول لهم السلام عليكم احلى عزوة في الدنيا، عزوة انس وهلا، عاملين ايه؟ ليكوا وحشة والله. معلش احنا مختفين عنكم يعني بقالنا كتير جدا، بس يعني ظروف وبتاع وشوية مشاكل، والحمد لله نتخلص منها عامة ونرجع احسن من الاول. وتلاقونا ان شاء الله على كل المنصات، على التيك توك وعلى الفيس ان شاء الله وعلى اليوتيوب. بس طبعا انتوا عارفين ان احنا ما بن يعني لازم يكون في حاجة نصورها، حاجة تحصل بتاع، فغير كده ما بنصورش برضه خد امسك ايدي وجعتني. بس فلما بتحصل حاجة بنصور، مفيش حاجة يعني مش هنصور اكيد، لان مفيش حاجة نصورها مثلا، فمش هنقعد نهبد. بس دي كل الفكرة. يا ابني ما تهدى يا ابني، والله ما عملت يا ابني ما حاجة. تهدى. امال ايه الصوت ده؟ ما عملت ايه حاجة. انت هتسيبوني وتمشي وانا هقعد لوحدي؟ مش زي سراوي انا مروش لوحدي كده. بس فحبينا يعني نشارككم الموضوع ده، ان انا حسيت بمزاولات وبتاع مش عارف ايه. طبعا احنا ما رحناش نغامر يعني، ما رحناش بيت مهجوره وزي ما انتم متعودين. هم كانوا قاعدين عادي، رنيت عليهم قلت لهم تعالوا وبتاع، عشان لقيت المزاولات اللي انا بقول لكم عليها ديت. ف مش عارف ايه سببها يعني، مش فاهم. هل انا بس انا انتوا عارفين برضه ان انا ما بشربش حاجه، فلو بشرب ممكن اقول من شربت حاجه بتاع، فالمزاولات من كده. بس انا ما بشربش اصلا حاجه. ممكن عشان البيت فاضي وانت متعود ان يبقى فيه ونس معاك، ممكن عشان في وش في وش في البيت وكده، فلما ما فيش وش وبتاع ممكن بسبب كده مهيأ لنفسي. ممكن انا اللي مزاول نفسي بس. طب حلمت بحاجة مثلا؟ شفت كابوس؟ يلا انا اوزو. ايه؟ ايه في ايه؟ ايه انا مش عارف، سرعت شوية. المهم يعني اقول لي الا ما في ايه طيب مالك؟ مفيش. انت كويس ولا ايه؟ فين كده؟ طبعا احنا قاعدين في الصالة. يلا انت كويس يلا؟ يلا ايه يا ابني؟ مالك في ايه؟ مفيش يلا والله مفيش. في هو في انت مالك في ايه؟ مفيش حاجة خالص، ما قاعد بس في حاجة فعلا زولاني كده. انت شفت سرح ازاي؟ مش عارف. شفت سرح ازاي؟ يا انا جاي ايه ده ماشي متجنن معايا في الشارع. مالك؟ مش عارف والله، انا قاعد يا اسطى لقيت نفسي فاهم قلت مرة لا انا واحدة. جايبكم عشان خاطر ما تتجننوش اكتر. لا انا انت في حاجة يا عم. انا قدام البيت. انا قاعد عادي يا عم. قاعد عادي لو والله، بتهزر مش ما حاجة. تهزرش. انت بتهزر؟ والله لا والله. طب انا والله بجد انا قاعد معاكم عادي اهو، مفيش اي حاجة. طب انت بتسمع ايه لما بتشوف ايه؟ في حاجة طيب هنا مثلا؟ يلا يعني ايه، ممكن تبقى واقف كده تحس ان في ايه ده في ايه؟ حسيت ان في حاجة خبطتني ودخلت على البلكونة. يا راجل قسما بالله. دخلت على البلكونة؟ مش عارف. دخلت على البلكونة ازاي؟ جات لك حاجة فاهم، زقت ايدي. يا عم لا مفيش حاجة يا عم. ايه يا ولد؟ نشوف ايه ده. هي ايه دي يا هل؟ هي ايه دي؟ ايه العروسة دي؟ بس العروسة دي شكلها غريب اوي. ايه العروسة دي؟ دي عروسة شكلها غريب اوي يعني. بص عندك دي هلا؟ دي بتاعت مين دي؟
دي اه كانت عندك دي؟ انت مالها عامله كده ليه؟ دي اول مره تشوفها؟ شوفها ايه؟ تمسكها بايدك؟ انت بتهزر؟ انت اول ما تشوفها بجد؟ اول مره تشوفها بجد؟ اصلا خش جوه خش جوه بقى. طب نشويحها ولا تحطوها تعمل ايه يعني؟ هعمل ايه دي يعني؟ طب نشويحها ولا نرميها ولا وبعدين انا قاعد لوحدي، وحتى لو مش قاعد لوحدي ما فيش عيال. صح فاهم؟ ده لو عندك دباديب مثلا اي حاجه فاهم؟ الحاجات اللي كانت هدايا اه دي. الهدايا بتبقى الهدايا بتاعت دي العروسه بتاعت طفل او طفل او طفل. والله بتاع شكلها غريب اقسم بالله. بصوا شكلها غريب قوي وربنا. بصوا عامله ازاي اصلا. بصوا هي اصلا انا ما شفتش عروسه شكلها كده قبل كده يعني. هي دي بقى اللي خبطت في الباب ولا ايه؟ انا ما اعرفش انا عايز ترعبنيش كنت عايز اتجوزك ولا حاجه. ما ترعبنيش يا ابني هو كل واحد فيكم بيسرح شويه في ايه؟ لا اله الا الله. انا اسرع واحس ان انا غلطان. طيب بس استهدى بالله. انت كنت اتزوجت؟ طيب ايه اللي حصل؟ قول لي كده ايه اللي حصل؟ تحس لان مفيش بإيه؟ حاجه حصلت، انا قاعد عادي باجي اروح اجي هتحس ان في حاجه ماشيه وراك، خطوات تحس ان في حاجه يعني احيانا احس ان في خيال خيال طيف مثلا يعني. اه فاجي ابص ما الاقيش حاجه يعني ببقى قاعد كده ممكن تلاقي تحس ان في دخانه بيضه كده من قدامك، وفجاه تبص لما تدقق كده ما تلاقيش ولا دخانه ولا بتاع. مش فاهم ايه ده. طب بتحلم بحاجه مثلا ولا شفت حلم؟ انت يا عم ماسك الازازه بقى بقالك ساعه بتشرب. هتشرب ولا مش هتشرب في ليلتك دي؟ في ايه؟ ايه يا ابني؟ انت بتهزر؟ بهزر عليه والله انا عايز اشرب. طب ما تزولناش بقى يا عم. عايز اقول لك على ايه؟ انا كلمتك في ايه يا جدعان؟ انت بقالك ساعه ماسك الازازه. شربت يا حبيبي. انت ماسك الازازه، انت ما شربتش. انت ماسك الازازه فاتحها وعامل كده كده بالظبط. ماسك الازازه وعامل كده شربت يا ابني. وعمال تعمل كده. انا؟ ايه؟ انا؟ اه والله. في ايه يا عم انت كمان؟ في ايه يا جدعان؟ ازاي انا ده؟ مش شايف البيت فيه حاجه يعني يا جماعه. انا شايف البيت عادي، هو بس العروسه الغريبه دي. في ايه يعني؟ يكون حد مثلا يعني من الحاجات القديمه دي رجعت تاني مثلا. بس احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش حاجه يعني. هلا ما تزولنيش بقى يا عم بقى انت وهو بقى. هسيبكوا وامشي والله. ايه يا عم مفيش حاجة. قدامك اهو. انتوا ما تزولنيش. في ايه؟ بس اقول لك انا في ايه يا حبيبي؟ انا جاي معاك يا بابا المعاك. ايه يعني انا المجنون اللي فيكوا يعني؟ مجنون على ايه يا حبيبي؟ هو مسك الازازه برضه عمل عامل كده. مين ده؟ ما شرب قدامك اهو. يا ابني والله شرب؟ ما شرب والله قدامك. في ايه بس يا ايه ابني؟ البتاع دي اللي جابها هنا؟ انتوا بتشتغلوني صح؟ متفقين مع بعض. يا عم هشتغل فين؟ ما انت مش جاي انت وهو مع بعضيكوا. انا اعرف حاجه. اما انا بقالي بتاع اسبوع ما شفتكوش انتوا الاثنين، هتفق معاه في ايه؟ ده هو اللي مكلمك انت بيقول لك تعالى لي، قلت له انا معايا اوزو وجاي. قال لك طب تعالوا. يعني انت الحاجات الهدايا دي كلها يا هلا انت اللي جايبها من الحاجات دي؟ يا ابني ايوه بتاع دي طبيعي. بتاع اللي انت ما تعرفهاش. دي باينه دي ان هي طبيعه دباديب يا حبيبي. ما دي بتبقى من ايام الخطوبه وبتاع، بتبقى دباديب. اي حد بيهدي خطيبته وبتاع دباديب. بس انا مش فاهم انت ازاي مع العروسه دي بقى. ايه دي اصلا؟ ده وش شكلها عامل ازاي؟ ونازله على عينيها وشكلها غريب. يعني دي هتجيبها انت هديه لخطيبتك؟ مش عارف بصراحه. ايه ده؟ ايه ده يا هلا؟ العروسه مش موجوده. مش موجوده في مكانها. والله ما موجود. يا ابني والله ما موجوده. وربنا ما موجوده يلا. يلا يا هلا. يا ابني العروسه مش موجوده. هادي الاعصاب انت. يا هلا. طب باصص على ايه؟ ربنا يا جدعان كانت هنا. محدش فينا دخل هنا اصلا. ايه يا عم انت في ايه؟ يلا هلا بتبص على ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يلا ايه يا جدعان في ايه؟ ايه يا ايه ده؟ وربنا انتوا متفقين مع بعض هسيبكم امشي عشان انتوا ايه بتهزروا. على ايه يا البتاعة دي كانت جوه. ايوه ايه بقى اللي طلعها هنا دي؟ انا شايفها معاك جوه. هو في حد معانا في البيت؟ انتوا ماشيين؟ اه ممكن امشي كده. اخد ايه معايا؟ اخد اعمل بيها ايه؟ معانا دي خدوها يا عم معاك المايه في الشارع. ماشيين. ارميها. مش ناقصه روشه، خدها معاك المايه وانت ماشيين. سبب اللي ده وانت بتاخدها انا مش فاهم جت ازاي دي هنا. سبب اللي انت بتاخدها سبب اللي هو في حد معانا يا هلا في البيت؟ ملهاش حد. امال انا احس ان في طف في المطبخ ليه؟ خش يلا شوف طيب كده. مفيش حاجة. وبعدين ايه ده يعني مش فاهم، ده دم يعني اللي في ايديها ده؟ ولا ده ايه ده؟ وعينيها عامله كده ليه مش فاهم برضه. ما تقعدش تلعب فيها لما يحصل فيها حاجه. ايه ده يا هلا؟ خدوها معاك المايه. هو البتاعه دي كانها مضروبه ليه؟ كانها مضروبه ده ايه ده يعني بتتكلموا بالصمت يعني ولا ايه؟ انتوا هتشتغلوني يا جدعان انا ما تعصبونيش في ايه؟ بقول لي بقى ان بتتكلموا مع بعض بالايه بالاشاره انت بتحرك شفايفك طب انت بتسمعوا ازاي؟ سامع ايه يا ابني كنت بتتكلم بقول له خد هو في ايه يا جماعه؟ خد البتاع ونمشي قلت له هاخدها افرض حصل حاجه ولا بتاع ولا هتسيبها لي هنا عشان كده قلت طب ماشي هتاخدها معاك شويه وعدي يعني صمت ايه يا ابني انت مش سامعنا؟ والله ما كنت سامعكم وبعدين حتى لو انا مش سامعكم الصوت ما كانش طالع في الفيديو. ازاي؟ انتوا صوتكم كده هيطلع في الفيديو عادي ده الصوت اللي بره الاذان اللي هيشتغل ده دلوقتي هيبقى طالع في الفيديو. طب ما احنا كنا بنتكلم عادي يا حبيبي. والله ما كنتوا بتتكلموا عادي انت كنت بتقول خلاص يلا خدوها معاك انت ماشي. ماشي يلا. في ايه يعني بقى؟ ماشي وناخدها نعمل بيها ايه برضو؟ بقول لك ارميها. ماشي ارميها من هنا من البلكونه هنا مش هاخدها معايا انا. خدها انا طبعا. هو ياخدها معاك. لا وانت ما تاخدهاش برضو خدها هو ارميها. ياخدها معاه. لا انا هاخدها. هتاخدها تعمل بيها ايه؟ يا ابني هرميها. هو نرميها بالبلكونه دي وسط الناس ما ينفعش. ما ينفعش هاخدها- تاخدها. حتى عليها. ماشي حطها طب في شنطه وانا هاخدها ارميها. ماشي حطها هنا في شنطه ولا في حاجه. بس انا هاخدها ارميها. في شنطه انت. ما تحطهاش امسكها كده. امشي بيها كده في الشارع يعني. امشي بقى كده في الشارع. مش هينفع اشوف شنطه. ما تفهموني في ايه طيب عشان انا ايه تعبت طيب من انا اللي انتوا مالي يا بتعملوه ابني ده. مفيش اي حاجه. مش ناقصه ربكه بقى. انا ايه وبعدين ربنا ده بيتصرفوا تصرفات غريبه في الفيديو. ما كانش ده كده وده ما كان بيكلمني في التليفون ما كانش كده برضو مش فاهم في ايه. ماشي بس ايه انا هفهم. طب ايه يعني لو متفقين مع بعض وبتعملوا حوار انا هتضايق قوي بجد. والله ولا حوار ولا حاجه انا ما اعرفش اي حاجه اصلا انا جايبها بقول له انا بعمل كده بعدين انت مش سامعني ازاي؟ والله العظيم ما كنتوا بتتكلموا انت بتعملوا كده بيتكلم معاه بيعملوا ايه؟ طب بس مش زي خدها ارميها. هاخدها ده انا هولع فيها. بص عامله ازاي اصلا يعني بص كأن العروسه يعني انا شفت حاجات من دي قبل كده بيتعمل عليها والعياذ بالله سحر والله تخلي يبقى مكتوب عليها اسم الواحد مثلا ولا حاطين صورته وكل ما تأذي في العروسه دي اللي عامل السحر ده اللي هناك ده يتأذي. بس هم وربنا بيزاولوني اقسم بالله. هو يرميها وهو ماشي. ماشي. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ خدها معايا. ماشي
بصوا اصلا، بصوا العرق. هي دي المزاولات اللي انت بتزاولها هنا؟ ما اعرفش حاجه ما بتزودش اصلا. ما بتتزاولش اصلا؟ مش عادي. انا بزاول نفسي، انا مفيش حاجه اصلا. انا اللي بزاول نفسي. حقا لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. اذان الفجر. بالظبط زي ايه؟ بالظبط. هرميك؟ لا هو بيقول لك زي ما قلت لك بالظبط. ايوه يعني ارميها. ايوه يعني هرميك. يعني ما خليها. لا يا هاتها. لا انا هرميها، انا هرميها. خلاص هات، انا هرميها يا عم. انا هرميها، انا هرميها. ماشي هاتها مش بس هتفرق افرق. هو ولا انت. لا انا هرميها انا. لا انا هرميها، انا سيبها معاك. لا سيبها حبيبي لي. انا هرميها، انا هرميها. انا خلاص كده انا هرميها انا. هو انت طب سيبها ماشي. طب سيبها هنا. لا ما تسيبهاش. ارميها. بتزاولوني. زي ما قلت لك انا ارميها. ماشي. بعدين بقى وروني بقى. انا مش، انا قاعد معاك، اعمل لي شاي. روح يا عم خد ارميها. انا مش انا هاخدها ارميها. لا مش انت. لا انت، انا هاخدها يا عم هو ارميها. الراجل اداها لي انا. طب ما تفهموني في ايه بقى؟ ما فيش حاجه يا حبيبي. امال ايه طيب الراجل الجنان اداها اللي احنا فيه ده بقى؟ ما مش احنا كنا جنان. خلصنا يا عم من المواضيع دي. يا بابا هو الراجل قال لي مش عايزها، انا هرميها طب روح واداها لها. حطها مكانها. ما برميهاش. حطها مكانها. بص حطها مكانها لحد ما افهم بقى في ايه. وربنا بيتصرفوا تصرفات غريبه. بس تعالى. حطها بقى واحدة. منها شاهد. نقعد نهزر شويه. مش بتمسك ازازة المايه ويقعد عامل لي كده؟ ايه طيب دي ايه دي طيب؟ هنقعد بقى ايه؟ هنقعد نجري ورا بعض بقى. ايه؟ فين ميتين ابوها بقى؟ ايه دي؟ الزفتة اللي كانت موجودة دلوقتي اللي هي ايه دي ايه؟ سيبها يا ابني عندك. والله ما موجودة. لا مش تروح توديها مكانها.